فوتوشوب خرقت كل القواعد وكسرتها بالكامل. في الوقت الحالي بقينا قادرين، عندنا الصورة بتاعت منتج حملناه من النت شفافة بدون خلفية، قادرين نشوفها بكل الجوانب بكل الزوايا، أكني فاتح برنامج 3D 3D بجد. Light of my heart, forever near, in every moment you're. أنا رامي قميحة وأنت في قناة ليرن وذ قميحة. يلا بينا نبدأ الحلقة. جايبين صورة عادية بتاعت منتج، جايبين خلفية من أي موقع خلاص بتاع صور عادي. ركزوا في الجمال والحلاوة بقى، لما أقول البرنامج كنترول تي عشان ألف أبعادها بيطلع لي أوبشن كده صغير يقول لي إيديت روتيشن. لما كليك عليه بص هعمل إيه؟ ركزت عمل إيه؟ بنالي أبعاد زي كنترول تي العادية، باوند بوكس كده في الزوايا، بس الجديد إن هو بص دخل إيه؟ روتيشن عرضي يعني يمين وشمال، روتيشن طولي فوق وتحت، وبرسبكتيف على اليمين بص كده من قريب، برسبكتيف روتيشن عرضي روتيشن طولي. بص بعمل ايه؟ ركزت انا بسحب هولد بالماوس واتحرك كده، او بالقلم هولد واتحرك. بص بعمل ايه؟ انا بجد مندهش مندهش، انا مندهش، مش عارف اقول بجد، مش عارف اتكلم حرفيا. طب روتيشن بقى العكس بقى فوق وتحت بص كده، حرفيا انسين، حاجات دي انسين، يعني حاجات مجنونه بجد. تخيلوا يا جماعه انها في الديزاين. ايه الفرق بين الديزاين والاي اي؟ انا بكون في الديزاين الفكره جوه دماغي، حاجه معينه بحملها بايديا وبجيبها احطها هنا وهنا وهنا، مش حاجه بسال فيها مساعد افتراضي ويقول لي اعمل كذا، لا، دي حاجه في دماغي وانا عايز اعيد ترتيبها، عايز اعيد حساباتي. دي الميزه في برامج ادوبي او في برامج الديزاين عامه، ان انت بيبقى في دماغك الفكره اصلا وبتجيب بايديك من محتوياتها، تجيب صوره من هنا على حاجه من هنا، انت بتجمع حاجه بايديك. ده طعم جميل جدا على فكره. طيب لما اخلص ممكن اعمل انتر خلاص زي كده، فكده بص بيعمل انهانسنج للروتيشن. طبعا هو لازم يعمل انهانسنج عشان يخلي كل حاجه رياليستيك. بجد يعني انا مش عارف اقول ايه، بس انا فعلا مندهش مندهش بكميه القوه اللي بقت موجوده في ادوبي ومولدات ادوبي بصراحه يعني. المفروض كده بيعمل خلاص انهانسنج اخير. بصوا الجمال والحلاوه. انا طبعا من زمان اللي يعرفني عندي قاعده في حياتي اسمها ايه؟ ورك سمارت دونت ورك هارد. اشتغل بذكاء، حتى بعلم الطلبه اللي معايا الحته دي، اشتغلوا بذكاء، مش كل حاجه تاخد بالساعات وبالايام. انا ليا برضه حياه بعيشها، مش كل حاجه ديزاين وشاشه وكمبيوتر ولابتوب. الحياه اللي مليانه تكنولوجي كتير، صدقوني الحياه دي مع الوقت الكتير هتضعف مخك، هتضعف آليته الطبيعيه كشخص بشري. عشان كده لما الاقي حاجه توفر لي وقت توفر لي مجهود، انا بكسب وقت حاجات تانية. مش هطول عليكم، فيدوا استفيدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Light up